بنتي قالت لي ماما عندنا حفله نهار الخميس في المدرسه، بغيت ديري لي حاجه نديها معايا. قلت لها مادام نخدم لي طارت على عيني وراسي ندير لك حاجه اللي تعجبك وتفرحك. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جيت نبارطاجي معكم هذه الكيكه اللي درتها لبنتي بمناسبه العطله. للعلم بنتي تقرا تحضيري، وقلت لها روحي نخدموا الكيكه كيف كيف ونحطوها في اليوتيوب باش تبقى لك سوفونير. راح نبارطاجيها معكم خطوه بخطوه، نقول لكم السعر تاعها لاصحاب البيع واصحاب المشاريع. هنا راح نبداو بالجينواز. اول حاجه عندي 6 بيضات بحراره المطبخ. كما قلت لكم في الفيديو اللي فاتوا، لازم باش ينجح لكم الجينواز البول تاعكم يكون ناشف ما فيهش قطره ماء. البياض كي تفصلوه على الصفار ما يكونش فيه قطره تاع صفار، وديروا رشه تاع الملح مام الفوي تاع الباتور تكون ناشفه. هنا عندي 6 مغارف كبار تاع سكر. ما تعمروش المغرف تاعكم بزاف بالسكر باش ما تجيكمش الجينواز حلوه. نديروها على دفعات ونطلعوا هذاك البياض حتى نحصلوا على ميرانغ. كي يطلع لكم الميرانغ ويجيكم حاكم روحو بزاف ثم تلوحوا له الصفار هكا باش ينجح لكم الجينواز من اول تجربه. شوفوا لهنا كيف طلعت، حصلت على بياض هذاك كيما الثلج. نزيد له الصفار بالتدريج. درت لاروم تاع الكراميل وهنا اختياري. كي نضيفوا الصفار هذاك نخلطوه غير شويه، من بعد نحبسوا الباطور ونجيبوا النواشف اللي عندي كامل ونغربلهم على دفعات. هنا عندي 4 مغارف كبار بومبي تاع فرينه، وعندي 2 مغارف كبار بومبي تاع الكاكاو بني. الفرينه يا البنات انا موالفه نخدم بماما، يعني انواع الفرينه كل مليح، ما يعجبليش غير لابال هذيك تجيك حلا تشبه في القمح. هنا كما قلت لكم لازم تصفيهم تفوتوهم على غربال هكا ولا صفايه، وديروهم على 3 دفعات ولا 2 دفعات نورمال. الكوشه تاعي راهي سخونه، شعلت لها غير من تحت نار متوسطه باش كنطيب هذاك الجينواز يطيب في غرضه ويجيني حمر شويه. انا نشتي نطيب الكاطوات تاعي ولا لي طرط حموره باش ما يكونش فيهم القود تاع العجين. هنا راني نخلط من الفوق لتحت، ما تخلطوش الجينواز تاعكم بالقوه هكا باش ما يهبطش. خلطوه هكا سايسوه بشويه برك. كي تشوفوا الفرينه اندمجت مع باقي المكونات صاي، ثم تزيدوا الدفعه الدوزيام ومن بعد التروازيام اذا كنتو درتوهم على 3 دفعات. والقطر تاعها راهو يجي جويه 25 سنتيم على 24. المهم انا درت الكيكه هذه كبيره شويه، قلت باش ياكلوا التلاميذ كامل، والحمد لله كفاتهم وبقات. اللي هنا راني كملت الفرينه اللي قعدت لي درتها على 3 دفعات كما قلت لكم. نتوما بغيتو ديروها على 2 ولا 3 هذيك حاجه تخصكم. المهم نتوما شوفوا خلطوا الجينواز تاعكم بالسياسه باش ما يهبطش، خاطر الميرانغ هذا كذا فتهبط صاي الجينواز ما تجيكمش طالعه تجيكم رقيقه. جبت البلا تاع الكوشه، درت له ورق طهي ودرت سرسو. هذا انا نشتي نطيب في لي سرسو باش يجيني الكوتي تاع الجنب تاع الجينواز يجيني على استقامه وحده، من بعد ما تجيني جهه مايله وجهه طالعه. وخاطر هذا هو اللي يمد لكم الحواف حاده، خاصه اللي حوسوا يتعلموا الحواف الحاده. لازم اول حاجه الجينواز تاعكم تجي قد تجي الورقه تاعها قد وتجي طالعه شويه، ما تجيش رقيقه خلاص. غير اذا درتوها رقيقه خلاص ثم راكم تقدروا ديروا 5 طبقات ولا 6 باش تجيكم عاليه شوي. هنا جبت كيردو بديت نخرج هذاك الهواء كامل اللي في الجينواز باش تجيني طايبه وتجيني على استقامه وحده. جبت لهنا البنان قشرته ومديت لبنتي قلت لها روحي تقصي تعاونيني باش تدي هذه الكيكه للمدرسه تاعكم وتحتفلوا مع بعضاكم. قلت لها تقعد لك سوفونير في اليوتيوب. هنا راني نعتلها كيفاه تقص البنان باش ما تلبزوش بزاف، يعني تحاول انها تخدم بطريقه تكون نظيفه. وبغيتها تشاركني الكيكه هذه باش تقعد لها سوفونير وتقعد لها في راسها باش في الفصل الثاني وحدها تجتهد. وانا نقولها ماما اختي قراي هكا باش تفرحيني وتنجحي حتى في حياتك وتكوني. لازم نغرسوا لهم هذه الحاجه في رسانهم وهما صغار، ولازم نوقف معاها ونقريها وندعمها هكا باش تنجح ان شاء الله. والحمد لله يعني جابت لي شهاده وكل شيء وجابت نتيجه ما شاء الله. ما من المعلمه تاعها شكرتها الحمد لله. هذا كل يرجع لفضل ربي سبحانه. هنا راهي قصت البنان رونديلات صاي. قلت لها هذا الطرف قصيه كاع على 2 وحطيهم في الصحنه كامل. راني نعاون فيها وهي ثاني تعاون فيا ومامتو نستمتعوا بالوصفه حنا نخدموها في 2 مع بعضنا. المهم يا البنات انا بغيت نشارك معكم هذه الكيكه باش حتى نتوما تفرحوا ولادكم. مش شرط يجيبوا معدل الله المهم كي يجيبوا فوق المعدل برك حاولوا تدعموهم وتشجعوهم. ومازال الخير القدام، مازال الفصل الثاني والثالث. بالك اللي جاب معدل كبير راهو يهبط واللي جاب معدل صغير راهو يطلع. ليسونسيال نتوما ديروا اللي عليكم وربي سبحانه اللي يوفق. نفوتوا درك الكريم شونتيي. هنا عندي كيله بودره شونتيي بلونشناج درتها في هذاك البول وراح ندير لها كيله ناقصه حتى 3 اصابع ما بارد بزاف، خاطر راح ندير فيها ياغورت ياغو هذاك السائل ونخلط بها الكريمه نتاعي. يعني الكريمه هنا راح تكون شويه سبيسيال.
هنا راني مديت لها القرعه هذه تاع الياغورت، قلت لها حكميها كي نقول لك لوحي ابداي لوحي. قالت لي نخلط بالباطور، مديت لها وشي هو السرعه تاع الباطور قويه بزاف، لازم نعاونها نحكموه حتى انا. المهم راني نطلع في الكريمه هذيك باش تحصلوا على الكثافه تاع كرام شونتيي، لازم تمدوا لها وقتها، ولازم تكون السرعه تاع الباطور قويه بزاف ولا البيترا. المهم هذا هو السر اللي يخلي الكريمه تاعكم تطلع مليح. وبقاو ضربوها حتى 5 دقائق ولا 6. شوفوا كي تحصلت على الخليط هذاك شتها بلي طلعت صاي، راح نخففها دركا بياغورت ياغو سائل بذوق الخوخ، درتوه كاع طاليقو مليحه يعني في الكريمه جاكو ما شاء الله. قلت نبدل شويه الذوق. هنا كي طلعتها هكا صاي، كاينه عندي شوكولا خدمت بها طلبيه المره اللي فاتت تاع صابلي ذايبه. حكمت واش درتها، واش درت لها، دفيتها شويه، ذوبتها على حمام مائي وكملت لحتها في هذيك الكريمه هكا باش ما تقعد ليش، نستغلها خير في وصفه كيما هكا. يا اخي تعرفوا حنا كي تكون مناسبه ولا كي يقعدوا شويه خبايا هكا ولا حوايج قعدوا لنا من قبل تاع الطلبيات نجبدوهم ونستعملوهم. هنا راني ضفت الشوكولا هذيك اللي عندي، قيس 2 مطارق تاع شوكولا فيجيكا وداده بيضاء، وخلطها وتحصلت على كريمه بنينه وحكمه روحها. نجيو الجينواز تاعنا نحطوها على سوطرت، درت السوطرت هذا تاع اللوح وبديت نشرب فيها بالشربات. الشربات ما كانش اللي ما يعرفهاش واش هو، درت لها لاروم تاع الكراميل. وتعرفوا انا الوصفات تاعي يعني نشتي نديرهم بالذوق الكاكاو وندخل الكراميل بزاف. هنايا كي شربتها كملت. حاولوا تشربوا الجينواز تاع الكاكاو مليح، خاطر راهو يشرب ما نعرف قاعد فيه الكاكاو ولا. جبت الكيس الحلواني درت فيه كرام شونتيي وعطيت لبنتي خدمت شويه وخدمت حتى انا. قلت لكم الوصفه هذه يعني شاركتها معها هكا باش تحس بيها وتحس باللي راهي خدمتها هي. هنا جينا البنان هاك بدينا نحطوه على الكريمه. كي جاتني الكريمه هكا على استقامه واحده راح نحط البنان، مش الكريمه تحطوها بطريقه عشوائيه ومن بعد كي تحطوا الجينواز فوقها راح تهبط لكم. كل شيء تاعكم حاولوا تقنوه من الاول باش تجيكم طرطه مفينيه. انا هكا وفي الليساج راني مانيش هايك اللي عطيت لها وقتها قد وما ليسيتهاش مليح كيما يحب الخاطر. جبت ساشي نظيفه اكيد، درت فيها طوفيه كراميل ودرت كونتيتي هكا، ما درت لا الجوز لا اللوز يعني. الكيكه هذه سقامت لي شويه كما تعرفوا كرام شانتي غاليه، السلعه والغير غاليه. المهم درتها قسمه مفرحه وخلاص والحمد لله هي جات بنينه. اكيد الحوايج هذو كامل راهم ملاح، خير ما تديها بكرام شانتي برك. رديت الطبقه دوزيام تاع الجينواز وشربتها حتى هي، ودرت الطبقه تاع الكريمه. المره هذه حطيتها بالمغرف برك، المره الاولى درتها في الكيس الحلواني باش تخدم به بنتي، والمره الدوزيام راني درتوه هكا بالطريقه هذه. ومشيو بسباتيل مليح، لازم يجيكم على استقامه واحده. انا ديما نركز لكم على فرد نقطه خاطر هكا باش تنجحوا في الوصفات تاعكم وتنجحوا في الديكور. هنا كان عندي شوكولا المرجان كنت خدمت بها السيجار، راح نحط لكم الوصفه باذن الله المره الجايه. وبقى لي منها خبيته وقلت باش نديرها الكيكه تاع بنتي، وعمرتها هكا بشوكولا المرجان جات بنينه يعني تجي بنينه باينه. ودرت البنان ثاني بلا ما ننساه، عاودت درت طبقه ثالثه تاع الجينواز وشربته مليح. شربته هنا بالشربات، بغيتو نتوما تشربوا بالحليب ديروا فيه شويه كراميل ولا شوكولا ذوق الشوكولا يعني من لاروم، ولا تبغيو تستغناو عليه وديروا الشربات عادي بذوق الفاني برك. هنا حاولوا تشربوا مليح. حكمت سباتيل مسحت هذاك الجوانب تاع الكريمه اللي خرجوا كامل. وين نشوف زوائد تاع الجينواز راني نقصهم بالموس. نوركم فوتو نغلفوها مع بعضنا. جبت كرام شونتيي هذيك اللي كاينه عندي، خلطتها مليح بالمغرف، لازم تخلطوها مليح باش تجيكم ليسو كي تغلفوا بها الكيكه تاعكم ما ديرلكمش هذوك الفقاعات، وديرلكم ثاني الحبيبات هذوك اللي يديرونجيوكم ويمدولكم يعني منظر ماهوش مليح في الكيكه. هنا درت على الوجه كرام شونتيي ومشيتو بسباتيل كي حاولوا تسيسوا منها من الفوق خاطر راهو مازال فيها شويه الفتات هذاك تاع الجينواز. واللي حبتو عندها كرام شونتيي كونتيتي كبيره من الافضل دير طبقه رقيقه على الطارته كامل، تغلفها بطبقه رقيقه تاع كرام شونتيي وديرها في الفريجيدار حتى ساعه، وتعاود تجبدها وتغلفها بالكريمه هكا باش ما يتخلطش الفتات تاع الجينواز مع لا طارت تاعكم وتجي محببه هكا فيها نقاط كحل باش تجي خدمتكم نظيفه. هنا مشيتها كما تشوفوا في الفيديو وراح ندير لها بلا كوبات هكا باش نحي الزوائد كامل كا باش تجيني مفينيه ومتقونه. وهذوك الزوائد اللي نحيهم في لاكوبات هذيك نحكم نعاود نهزهم بسباتيل
ونعاود نخدم بهذه الطريقه كيما المصو كيلبس. هنا راني جبت هذيك لاكوبات ونمشي الجناب هذو منا ونشوف وين ناقصه الكريمه راني نردها، ونحاول نتكي الجناب هذوك اللي يوقفوا كامل اللي خرجوا ليه كزوائد، نعاود نتكيهم على الكيكه من الفوق باش ندير الحواف الحاده. المهم يا البنات المونتاج تاعي اليوم راني حسيتو باللي راهو ناقص. المهم اللي عندها اي سؤال ولا استفسار تخلي لي تحت في التعليقات راني نجاوب عليكم باذن الله. ساعات ما يكونش عندي الوقت، يكون عندي ضغط مع الدار والولاد، ما نركزش حتى على هضرتي. كل مره واش نجيب لكم الفاظ وحده، كلمه من الشرق كلمه من الغرب. المهم نتوما الفيديو كي تشوفوه هكا كتستفادوا، واللي حلواجيه وتعرف هاي تخدم على روحها. كيما تشوفوا دركا راني كملت غلفتها صاي، جبت الماء المغلي ودرت فيه هذاك السباطيل كيما عودتكم على لي فيديو اللي فاتوا، راهم من نفس لي فيديو مكررين، واش هو الديكور يتبدل ساعات الحشو. المهم انا مبارطاجي معكم الحاجه اللي نعرف كامل ما نبخلكمش، وانتم راكم تجربوا وتدعيوا لي. اللي هنا قلت لكم درت السباطيل في الماء السخون، من بعد عاودت مشيتو على الطرطه كامل، وكي نشوف الزوايد نعاود نهبطهم بلا كوبات ونقعد نمشي ندي في الكريمه ونجيب هذاك السباطيل ندي ونجيب حتى نتحصل على الوجه اللي حبيت. من بعد من الفوق كي شفتها بغات تليسه وانا ما عنديش الوقت، حكمت واش ندير، جبت بانسو وبديت ندير الخطوط هذوك هكا باش نغطي على الديكور فرد مره، ما نضلش انايا نليسي ونعاود. وعجنا بعد راني ليسيتها غير بو خفيف برك، مانيش هايك اللي تحفتها بزاف وتقنتها لي ظروف. المهم لهنا جبت الكيس الحلواني درت فيه العضوي هذا الرقم تاعو 1 ام، درت فيه كريم شونتيي غوز درتها بذوق الفراوله، ودرت الديكور هذا درته هكاك في الزهر. المهم يعني راهو جا مليح ما شاء الله. خدمتها من قلبي، شحال حاجه تخدميها لولدك ولا لبنتك اكيد ديريها من قلبك. وكنت كومونديت هذوك الملصقات ودرتهم بالطريقه اللي شفتوها في بدايه الفيديو، يعني حاجه مليحه وسامبل. هنا زدت لها شويه كريمه على لي كوتي، وهذه هي الكيكه تاعنا واجده. لهنا جبت ندير عليها شويه اللمع هذا الابيض، كي عاد ما جبتش هذيك القرايط اللي لقاها حكمت واش ندير، جبت البانسو هذا اللي نمسح به الصابلي تاعي ندير له اللمعه هذيك، بديت ننفض على الطارطه تاعي باش تجي شويه تبري وتكون مليحه. شوفوا ديجا من هي ما عرفتش شكون قاسها لي، درتها في الفريجيدار ما تكونش غير بنتي، راح طوشتها مني بصح. المهم راح نغطيها من بعد بلي ستيكرز هذو اللي قلت لكم كنت كومونديتهم، القطر تاعهم 20 سنتيم، انا وليت قسمتهم درت طرف منا طرف من هي، وفي الوسط حطيت هذاك الكاس تاع الاقلام. المهم يا البنات اصحاب المشاريع اللي خدموا لي كوموند هذو تاع لي طارت كيما الكيكه هذه، انا نقيمها جويه 300 350 خاطر ما درتلهاش الحشو بزاف. والديكور بعد راهو سامبل كيما الورقه هذه كي تشريوها ب20 في 25، فانا قصيتهم يعني لي ستيكرز هذو تمد لكم ورقه كامل ولا تكومونديو بالحبه كي تقصها لكم نورمالمون وحده ب1000 على حسب القيس تاعها. هنا جات بيلسان حبيبتي راهي تعاون فيا في الكيكه تزين فيها، وشوفوا كيفاه جات، يعني حاجه سامبل وكلاس. الحمد لله فرحت بنتي، وهذا هو الهدف تاعي. انا موالفه بناتي ديما في التحضيري وسنه اولى ندير لهم اللي طرت نخدمهم انا، ميم كنت بكري ما نعرفش اللي سي هكا ونتقن، بصح الحمد لله دركا راني معليش جايبه روحي. هذه هي الكيكه تاعي البنات، ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعي نهار اليوم، ان شاء الله يعجبكم الفيديو، نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وهنا راح نزيد نحط الفراشات بلا ما نساوهم. وكما قلت لكم اصحاب المشاريع الكيكه هذه قيموها، انا قيمتها من 300 وطلعوا نتوما شوفوا على حساب السلعه اللي درتو فيها وعلى حساب الديكور والليساج تاعكم. وبلا ما نساو لهنا وجدت لها الموس باش يقصوا به الكيكه، وشريت ثاني الفراشت هذو والمغرف تاع جوطابل باش ياكلوا ويكون كلش واجد ما يلقاوش حتى ديرونجمون. وشي هو نسيت لي سيرفيات تاع الكات بصح نورمال. المهم انا درت اللي عليا. وصلنا لنهايه الفيديو البنات، مقللا نقول لكم في امان الله، السلام عليكم.